الفترة الأخيرة ناس كتير من العملاء بتوعي بيطلبوا مني أقارن لهم بين الاستثمار العقاري في مصر وفي دبي. النهاردة هنقارن بين سوقين كبار مهمين، سوق عقارات مصر وسوق عقارات دبي بالأرقام. بعد الفيديو الملخص ده انت هيبقى عندك علم أدفع كام فين وليه. هنقارن مميزات وعيوب كل سوق والعوائد بتاعته عليك كمستثمر لو عايز فعلا تاخد فكرة ملخصة تديك وجهة نظر مختلفة عن السوق. اتفرج على الفيديو ده لحد الاخر. انا مصطفى رشوان، صاحبك اللي خايف على مصلحتك. كل يوم 2 هينزل حلقة جديدة على اليوتيوب، وربنا يقدرنا على الاستمرارية والسعي. بناء على مطالبكم انا بقيت قاعد في الفيديوهات وهطور الحلقات، مع ان في مواضيع مش مستدعية ان اخد من وقتك اكتر من 5 دقايق في الاسبوع، بس هحاول. انا كمان ليا مطالب بصراحة. لو بتتفرج لحد دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وابعت الفيديو لاصحابك، ولو عندك اي اقتراحات وافكار عايزين نناقشها مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات. صحيح، ما تنساش ان يور بيست فريند، يعني هتلاقيني في القناة هنا طالع نازل براحتي، هكلمك عن الفلوس، العقارات، التجارب الحياتية، هديك نصايح، هحكي قصص وهدايا ولعب وترابيزات بنج وبلياردو. اعمل سبسكرايب، اللي جاي ان شاء الله كبير. طيب، قبل ما نقارن بين مصر ودبي لازم نتفق على حاجة: مفيش سوق في الدنيا هو احسن سوق بشكل مطلق. كل سوق ليه مميزاته وليه عيوبه، والسوق المناسب ليك بيعتمد على هدفك انت بتدور على اعلى عائد، ولا عايز تحافظ على قيمة فلوسك، ولا هدفك دخل شهري ثابت، ولا بتفكر في اقامة ونقل حياتك لبلد تانية خالص. اجابة كل سؤال من دول ليها اتجاه مختلف تماما هيغير قراراتك. اولا، نظرة عامة على السوقين. خلينا نبدأ بمصر. السوق المصري من أكبر أسواق العقارات في المنطقة، والطلب على السكن فيه ضخم جدا بسبب الزيادة السكانية. كل سنة بيتجوز مئات الآلاف وكلهم محتاجين سكن، وده بيخلي الطلب موجود بشكل مستمر. كمان أسعار العقارات في مصر خلال السنين اللي فاتت ارتفعت بشكل كبير، خاصة بعد موجات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. في ناس كتير شافت العقار كوسيلة قيمة لحفظ الفلوس، لكن في نفس الوقت لازم نبقى واقعيين. العائد الإيجاري في مصر في أغلب المناطق بيكون محدود، وإعادة بيع العقار ممكن تاخد وقت، وساعات سعر البيع اللي بتسمعه غير السعر اللي تقدر تبيع بيه فعلا. ومش هشتري عقار عشان استخدمه 3 شهور في السنة، اروح فندق افضل. ناس كتير برضو بتفكر كده، ولسه السوق في مصر رغم حجمه بس لسه محتاج تنظيم واشراف اكبر من الحكومة والجهات المختصة. وفي طبعا ضريبة العقار في مصر والتصرفات العقارية. نيجي بقى لدبي. دبي سوق مختلف تماما. هنا بتتعامل بعملة مستقرة مربوطة بالدولار، ودي نقطة فاصلة. مهم ان استثمارك يكون بعملة اجنبية قوية، ومفيش اقوى من الدولار في النظام الاقتصادي اللي بيحكمنا. كمان القوانين منظمة جدا، والتسجيل والشراء والبيع بيتموا بمنتهى السهولة والشفافية. كمان عندك مستثمرين من كل أنحاء العالم، وده بيخلي السيولة في السوق أعلى، وفرص إعادة البيع في مشاريع كتير ممكن تكون أسرع. لكن هل معنى كده إن دبي أحسن من مصر؟ الإجابة لأ، لأن كل سوق معمول لهدف مختلف. لو أنت مصري وعايز تشتري شقة تعيش فيها أو تكون قريب من أهلك، فمصر ممكن تكون اختيار منطقي جدا. تنوع استثماراتك أو تحقق دخل إيجاري بالدولار أو الاستفادة من الإقامة. فدبي بتقدم مميزات صعب تلاقيها في أسواق كتير، وعشان كده المقارنة الصح مش مين أحسن، المقارنة الصح هي مين أنسب ليك في المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. وفي الجزء الجاي هنعمل مقارنة بالأرقام بين السوقين، العائد وخطط السداد والضرائب ورسوم الشراء، وإيه ممكن يحقق لك أفضل نتيجة على المدى الطويل. ثانيا، العوائد والأرقام الحقيقية. كتير من الناس لما بتشتري عقار بتبص على سعره بس، وبتنسى تسأل سؤال مهم جدا: العقار ده هيجيب لي كام؟ خلينا نبدأ بمصر. لو اشتريت شقة في منطقة كويسة، غالبا العائد الإيجاري هيكون في حدود من 3 إلى 6% سنويا حسب المنطقة وطريقة التأجير، وطبعا في حالات بتكون أعلى أو أقل، لكن ده المتوسط. أما لو رهانك الأساسي على زيادة سعر العقار مع الوقت، فده بيعتمد بشكل كبير على توقيت الشراء، المطور، المنطقة، الظروف الاقتصادية. نيجي بقى لدبي. في دبي العائد الإيجاري في مناطق كتير بيتراوح بين 6 و9% سنويا، وفي بعض المناطق والمشاريع ممكن يوصل لأكتر من كده لو اتدار العقار بشكل احترافي. وده من الأسباب اللي خلت مستثمرين من كل أنحاء العالم يثقوا في دبي. بس استنى، خد بالك يا صاحبي من نقطة مهمة جدا. ناس كتير
كتير بتقع فيها، الفرق بين العائد الإجمالي والعائد الصافي. لما تسمع ان دبي بتجيب 7 أو 8% عائد سنوي، لازم تحسب حساب رسوم الصيانة السنوية للخدمات اللي بتدفع كل سنة على القدم المربع من 14 ل 16 درهم، وكمان رسوم تسجيل العقار في دايرة الأراضي والأملاك 4% تدفع مرة واحدة بس. وفي مصر نفس الكلام، عندك وديعة الصيانة اللي بتكون غالبا من 8% ل 10% سنويا. عشان كده المستثمر الشاطر مش بيحسب الرقم اللي مكتوب على الورق، بيحسب الفلوس الصافية اللي بتدخل فعلا في جيبه. اوعى تسمع الرقم وتقرر على طول، لان الاستثمار مش ارقامه بس. في مصر ممكن تشتري بعلاقة مع مطور تعرفه او في منطقة فاهمها كويس وتحقق مكسب ممتاز. وفي دبي لو اشتريت مشروع غلط او من مطور ضعيف او في منطقة طلب عليها قليل، ممكن ما تحققش اللي كنت متوقعه. يعني السوق نفسه مش هو اللي بيكسبك، قرارك هو اللي بيكسبك. ثالثا، العقلية الاستثمارية وخطط الدفع. طب ايه اهم فرق من وجهة نظري؟ في مصر اغلب الناس بتشتري عشان تحافظ على قيمة فلوسها، اما في دبي ناس كتير بتشتري عشان الفلوس تشتغل وتجيب دخل، وفي نفس الوقت العقار تزيد قيمته مع الزمن، وده فرق كبير في طريقة التفكير. كمان نقطة مهمة جدا، لو معاك نفس راس المال، هل تشتري في مصر ولا تشتري في دبي؟ نقطة بتغير المعادلة تماما هي طريقة الدفع طويلة الأجل. في مصر من أكبر المميزات هي خطط السداد طويلة بدون فوائد اللي بتوصل ل7 8 ولحد 15 سنة، وده بيدي فرصة للمستثمر إنه يقسط أصل العقار بدون هيدك. أما في دبي فالقوة الحقيقية في منظومة التمويل العقاري السهلة والمتحددة بقوانين واضحة حتى لغير المقيمين. كمان في خطط سداد لبعد الاستلام، وده بيخلي العقار يمول نفسه بنفسه من الإيجار. في مطورين بيعملوا خطط دفع طويلة بحد أقصى 10 سنين. السؤال ده مفيش ليه إجابة واحدة، كل واحد حسب دخله والتزاماته وتحمله للمخاطرة. وده اللي بيخليني دايما أقول ما تشتريش عقار قبل ما تشتري خطة استثمارية، لأن العقار مجرد أداة، لكن الخطة هي اللي هتحدد إذا كانت الأداة هتكسبك ولا هتخسرك. رابعا، معايير القوة والمؤسسات الكبرى. طيب لو هنبص على السوقين بعين المستثمر، فخلينا نقارنهم بكام نقطة محددة. أول مقارنة الشفافية. في دبي من أول ما المشروع بينزل لحد ما تستلم مفتاحك كل خطوة تقريبا متسجلة، في جهة رقابية واضحة، وفي بيانات للمبيعات، وفي مؤشرات أسعار، وفي منصة تقدر تعرف منها آخر الصفقات اللي تمت في المنطقة، وإيه متوسط سعر القدم، وإيه العائد الإيجاري على المنطقة. أما في مصر فالمعلومات لسه مش بنفس السهولة، أوقات تلاقي نفس المشروع بيتباع بأكتر من سعر، مفيش قاعدة بيانات موحدة يقدر أي مستثمر يرجع لها ويعرف القيمة السوقية الحقيقية للعقار. تاني مقارنة السيولة. في دبي لو اشتريت مشروع مطلوب وفي منطقة قوية، في فرص إعادة البيع بتكون أعلى، لأن السوق فيه مستثمرين من أكتر من 200 جنسية. في مصر إعادة البيع بيعتمد بشكل أكبر على ظروف السوق وقوة المشروع وإمكانيتك تلاقي المشتري المناسب، وده ممكن ياخد وقت أطول. ثالث مقارنة حماية المستثمر. في دبي المطور ملزم بقوانين واضحة، وفلوس المشروع بتتحط في حساب الضمان، وفي جهات رقابية بتنظم العلاقة بين كل الأطراف. في مصر الوضع بيتطور بشكل ملحوظ، لكن السوق لسه في مرحلة تنظيم أكبر، والدولة بدأت بالفعل في خطوات زي الرقم القومي للعقار والتحول الرقمي للعقارات وتنظيم نشاط الوساطة العقارية، لكن المنظومة لسه محتاجة وقت. ورغم كده في حاجة مهمة جدا حصلت، أكبر شركات التطوير في الخليج بدأت تحط مليارات في السوق المصري. إعمار أعلنت عن مشروع ضخم في شرق القاهرة، استثمارات بتوصل لحوالي 100 مليار جنيه بالشراكة مع ميرا، وقبلها شفنا صفقة راس الحكمة اللي جابت استثمارات إماراتية ضخمة، وبعدها مدن الإماراتية بقت المطور الرئيسي للمشروع، وده يعتبر من أكبر مشروعات التطوير العمراني في تاريخ المنطقة العربية. وده معناه إيه؟ معناه إن المؤسسات الاستثمارية الكبيرة شايفة إن مصر فيها فرصة حقيقية، لكن في نفس الوقت هي كمان عارفة إن السوق محتاج تنظيم أكتر، شفافية أكتر، سهولة أكتر في تسجيل ونقل ملكية العقار. ولو مصر قدرت تكمل في الاتجاه ده وعملت منظومة متكاملة لإدارة وتسجيل العقارات بشكل قريب من نموذج دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فده هيكون نقطة تحول كبيرة جدا، وهيزود ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مصر. وعشان كده أنا شايف إن المقارنة مش بين سوق كويس وسوق وحش، أنا شايف إنك بتقارن بين سوق ناضج ومنظم وصل لمرحلة متقدمة جدا وبين سوق ضخم
ضخم جدا ولسه عنده مساحة كبيرة للنمو والتطوير. ولو مصر كملت إصلاحات التنظيم والرقمنة بنفس الوتيرة فممكن نوصل بعد كذا سنة لمرحلة كويسة جدا. فممكن نشوف خلال السنوات الجاية شكل مختلف تماما للسوق والعقارات المصرية، وده هو السبب اللي مخلي مستثمرين كبار يدخلوا النهاردة قبل ما السوق يوصل لمرحلة النضج الكامل. أنا خلصت. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات انت رأيك تشتري في مصر ولا دبي وليه، ولو في اي اقتراحات للحلقات الجاية اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا.